مساء الخير، انا نبين علي ودي قناتي طعم تاني. يا ريت تشتركوا بالقناه وسبسكرايب عليها وتفعيل زر الجرس، وكمان الفيديو تابعونا عليها. اكلة النهارده يعني اكله كده من الاكلات اللي انا بعشقها. ويا سلام بقى على ما كتروا فيها الشطه كده والفلفل والثوم، بتبقى عظمه. احلى اكله يعني مفضله ليا، وبتبقى حلوه قوي بقى في الشتاء. يعني دي من الاكلات برضو الشتوية الحلوة، عشان الحاجات التسبيكات والكلام ده بيبقى حلو في الشتاء عن الصيف. وبيكون الاكل هنا سخن وحلو مع الشطة بقى الكتير والثوم، زي ما هعرفه كده دلوقتي في الطريقة. هتلاقوها كده تحفة، والاكل سخن هيدفيكوا. اولا السمك هتقلوه يعني تعشوا بطنه وكل حاجة. انا هنزل لكم فيديو لطريقة قلي السمك البلطي، واعرفكم ازاي تنضفوه وتقلوه ويبقى نضيف وحلو. يعني هو ممكن يتاكل كده مقلي، بس انا حبيت اعمله بقى في الصينيه. عندنا هنا الخضار، معانا البطاطس والطماطم حمرا وحلوه. وهنا لازم تقطيعه البطاطس تكون رقيقه، لان السمك احنا قاليينه ومتنشف عليه اساسا خالص ومستوي. فالبطاطس تكون رقيقة، وتقطيعات البصلة تكون صغيرة برضو. والفلفل بأنواعه المتوفرة عندكم في البيت. بتنزلوا الأول كده بالبصلة، وهتلاقوا هنا يعني تكة حلوة قوي. كنا بنعملها في صواني القراميط زمان كده، اللي هي في داخل الفرن. الملح والفلفل الأسمر، وتضغطوا كده على البصلة لحد ما تعصروها كويس، والمية اللي فيها تنزل زي ما انتم شايفين كده. التكة دي بقى ايه يا سلام، هي دي سر يعني صواني السمك والعظمة بتاعتها. طبعا الفلفل الحراق كتروا منه بقى، وتوم. وانزلوا كده بشرايح البطاطس الرقيقة عشان هتستوي معانا. مش هنضيف اي مية خالص للأكلة بتاعتنا، هو السمك كل حاجة مستوية. هو بس هيستوي في الصلصة بتاعت عصير الطماطم. تقطعوا بقى الفلفل المتوفر عندكم في البيت، التقطيع اللي تعجبكم. وكمان انا كنت سايبه جزء من الثوم والفلفل الحراق يبقى في النص، يعني جزء تحت وجزء كده في النص. وهتبتدوا كده تجيبوا السمك بتاعكم الحلو اللي انا هنزل لكم في الطريقه، انتظروها ان شاء الله. وتزينوه برضو كده من على الوش كده برضو بشرايح كده من الخضار اللي هو الفلفل. والبهارات بتاعتكم ضيفوا بقى بهارات، بس تكون معلقه صغيره زي ما قلت لكم، معلقه الشاي الصغيره في اصغر منها، او معلقه الايس كريم. يعني من الفلفل الاسمر والكزبره الناشفه والكمون. ولو عندكم بهارات سمك على بعضها ماشي، ومعلقتين زيت كده على الوش، وعصير الطماطم الفريش. وتدخلوها بقى كده على الفرن. هتدخلوا الصينيه الاول على الصاجه اللي تحت، اول ما تغلي هتاخدوها بقى كده على الرف. واول ما تتسبك في عصير الطماطم كفايه كده، هتلاقوا السمكه اللحمه بتاعتها زي ما انتوا شايفين بيضه وناشفه، لانها كانت فوق يعني اخدت التسبيكه والطعم الحلو. ومع رز ابيض كده، والبطاطس زي ما انتوا شايفين، والسمك مستوي وبرده ما تهراش ولا تكسر معاكم. واحلى اكله جربوها. السلام عليكم.